السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تالتة إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس النشاط التعديني في العالم. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو وشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1: أمامك خريطة للعالم، اكتب ما تدل عليه الأرقام. تعالوا يا أبطال نشوف الأرقام على الخريطة بتشير إلى إيه. رقم 1 على الخريطة هي دولة منتجة للحديد، دولة موجودة في قارة آسيا، هي دولة إيه؟ الصين. أما رقم 2 بتشير لدولة منتجة للنحاس في قارة أمريكا الجنوبية، هي دولة إيه حبايبي؟ دولة شيلي. من أهم الدول المنتجة للألمنيوم رقم 3 هي إيه حبايبي؟ دولة كندا في قارة أمريكا الشمالية. أما رقم 4 دولة بتنتج الطاقة الكهربائية من الأمواج وحركة المد والجزر، رقم 4 بيشير إلى إيه؟ إلى دولة بريطانيا. الخريطة رقم ب بيشير رقم 1 بيشير إلى ثاني دول العالم إنتاجا للحديد، هي رقم إيه؟ هي إيه حبايبي؟ رقم 2 اللي هي دولة أستراليا. أولى دول العالم إنتاجا للألمنيوم بيمثلها الألمنيوم بيمثلها الرقم 4 وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يمثل الرقم 8 ثالث دول العالم في إنتاج أحد مصادر الطاقة وهو يا حبايبي؟ هو الفحم. رقم 8 على الخريطة هي دولة الهند، وهي ثالث دول العالم في إنتاج أحد مصادر الطاقة، وقلنا هو إيه؟ الفحم. القارة التي تتفوق على قارة أمريكا الشمالية في إنتاج الطاقة النووية هي قارة أوروبا. قارة أوروبا بيمثلها الرقم إيه يا أبطال؟ رقم 6. أما رقم 3 دولة منتجة للطاقة الكهربائية من الرياح، رقم 3 بيشير إلى دولة مصر، وهي دولة منتجة للرياح من الطاقة الكهربائية. استعن بالخريطة التالية وأجب عما يأتي بالرقم المناسب. أولى قارات العالم المنتجة للطاقة النووية والغاز الطبيعي. في الخريطة اللي فاتت لسه قايلين مين هي أولى القارات في إنتاج الطاقة النووية هي قارة أوروبا. قارة أوروبا بيشير إليها الرقم إيه حبايبي؟ رقم أوروبا بيشير إليها رقم 3. تستأثران بمعظم إنتاج الفحم في العالم. هما القارتين مين؟ هما القارتين رقم 1 قارة آسيا، ورقم 3 قارة أوروبا، يبقى 1 و3. الدولة التي تحتل المركز الأول في إنتاج الحديد والفحم والمركز الثاني في إنتاج النحاس هي رقم إيه أبطال؟ هي رقم 7 وهي دولة الصين. وهي رقم 7 زي ما احنا شايفين على الخريطة، دولة الصين تحتل المركز الأول في الحديد والفحم والثاني في النحاس. أولى دول العالم المنتجة للنحاس قلنا في الخريطة اللي فاتت هي دولة شيلي وبتمثلها رقم 12. تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج البترول هي مين؟ دولة السعودية. دولة السعودية بيمثلها الرقم 9 على الخريطة. الدولة التي تحتل عالميا المركز الأول في إنتاج الغاز الطبيعي والثاني في إنتاج الفحم والثالث في إنتاج البترول هي مين يا حبايبي؟ هي الدولة رقم 10 وهي الولايات المتحدة الأمريكية. أولى الدول المنتجة للبوكسيت وثاني الدول المنتجة للحديد عالميا هي مين؟ هي دولة أستراليا بيمثلها الرقم 6 على الخريطة، يبقى هختار رقم 6. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. يعد نقط هو الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم. هو يا حبايبي؟ هو خام البوكسيت. بتحتل المركز الثاني في العالم في إنتاج البترول. تاني دولة في إنتاج البترول هي إيه حبايبي؟ دولة روسيا. من الدول المتقدمة المنتجة للطاقة الكهربائية من الرياح
نخلي بالنا مش أي دول منتجة للرياح من الطاقة الكهرومائية، هو حددها وقال من الدول المتقدمة. من الدول المتقدمة عندنا فرنسا وبريطانيا. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. أكبر الدول إنتاجا للحديد في قارات العالم الجديد. نخلي بالنا فين هو محددها، في قارات العالم الجديد هتبقى دولة أستراليا. تعتبر من أهم الدول المستوردة لخام الحديد، بتستورد خام الحديد هي دولة ايه؟ اليابان. من الدول النامية بتصدر خام الحديد إلى الدول الصناعية المتقدمة هي دولة يا حبايبي؟ من الدول النامية وبتصدر خام الحديد موريتانيا. أولى دول العالم في إنتاج النحاس، أعتقد بقى كده حفظناها، هي دولة تشيلي، كررت معانا كتير في الأسئلة. تعتمد صناعة الأسلاك الكهربائية بشكل رئيسي على معدن. الأسلاك الكهربائية بتصنع من إيه؟ من النحاس. تعتمد بشكل رئيسي على معدن النحاس. بتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دول إنتاجا لإيه رغم قلة إنتاجها من البوكسيت بها؟ طالما البوكسيت يبقى على طول خام الألمنيوم. أي من الدول التالية بتعد منتجة لخام البوكسيت ومصنعة للألمنيوم؟ يعني موجود عندها خام البوكسيت وبتصنع الألمنيوم هي دولة إيه؟ أستراليا. تعتمد نقط على المادة الخام المستوردة في صناعتها للألمنيوم هي مين؟ هي دولة كندا. بتعتمد على المادة الخام اللي هو البوكسيت في إيه المستوردة في صناعتها للألمنيوم. القوة، دولة كندا. القوة المحركة التي كانت تشكل عماد الثورة الصناعية في أواخر القرن الثمنتاشر وإيه؟ الفحم. أي من الأشكال الآتية بيمثل نسبة مساهمة إنتاج آسيا وروسيا من الفحم؟ والشكل إيه يا حبايبي؟ الشكل رقم ب. تعد دولة نقط أولى دول العالم إنتاجا للبترول، برضو قلنا في الخريطة هي دولة السعودية. تقع أولى دول العالم في إنتاجا للبترول في قارة السعودية في قارة آسيا. أرخص مصادر الطاقة التالية ثمنا وأقلها تلويثا للبيئة. أقلها تلويثا للبيئة وأرخصها ثمنا هو الغاز الطبيعي. يأتي ثلث إنتاج العالم من الغاز الطبيعي من قارة إيه؟ أوروبا. أولى قارات العالم إنتاجا للكهرباء من الطاقة النووية. من الطاقة النووية قلنا على طول طاقة نووية يبقى قارة أوروبا. أولى الدول العربية المنتجة للطاقة الكهربائية من الرياح. أولى الدول العربية إنتاجا للرياح من الطاقة الكهربائية هي دولة مصر. تعد مصر بيئة مناسبة لإنتاج بعض مصادر الطاقة المتجددة هي إيه؟ أو منها إيه؟ الطاقة الشمسية. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. تسبق عملية التعدين عمليات البحث والكشف عن الخامات. العبارة إيه أبطال؟ العبارة صحيحة. تحتوي القشرة الأرضية على كثير من المعادن ولكن لا تساهم كلها بالاقتصاد العالمي. العبارة صحيحة. يتساوى معدل استهلاك المعادن في الدول المتقدمة مع الدول النامية. العبارة طبعا يا حبايبي خطأ. ليه؟ هقول يرتفع، طبعا بيرتفع معدل استهلاك المعادن في الدول المتقدمة عن الدول النامية. تعد الصين أولى دول العالم إنتاجا للحديد. العبارة صحيحة. تعد بريطانيا من الدول المستوردة لخام الحديد. العبارة يا حبيبي؟ العبارة صحيحة. تتصدر دول من غرب أمريكا الجنوبية إنتاج النحاس في العالم. نتخيل كده الخريطة قدامنا، قارة أمريكا الجنوبية من غربها بتتصدر إنتاج النحاس في العالم. العبارة صحيحة والمقصود بها دولة إيه؟ شيلي، بتقع غرب أمريكا، غرب قارة أمريكا الجنوبية. تصدر الدول المتقدمة خام البوكسيت إلى الدول النامية. العبارة هنا إيه؟ طبعا العبارة خطأ، نركز في كل كلمة عشان هو عكسها. تصدر الدول النامية
خام البوكسيت إلى الدول المتقدمة. تعتبر أستراليا أكبر دول العالم إنتاجا للفحم. العبارة إيه حبيبي؟ طبعا العبارة خطأ. أكبر دول العالم إنتاجا للفحم هي دولة الصين. يتم إنتاج الكهرباء حرارية من الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طبعا العبارة صحيحة. تعد دولة اليابان من دول العالم المنتجة للطاقة الكهرومائية. العبارة صحيحة. 6. اكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية: عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن القشرة الأرضية أو بالقرب من السطح. ده كده بيشير إلى مفهوم إيه حبيبي؟ بيشير إلى مفهوم درسنا هو النشاط التعديني. القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع المجالات، وهي من الموارد الطبيعية المهمة التي لا غنى عنها، سواء على مستوى الاستخدامات البشرية المختلفة أو على مستوى الصناعة. ده كده مفهوم إيه يا أبطال؟ مصادر الطاقة. مصدر للطاقة، وبيمثل حاليا 25% من مصادر الوقود في العالم، وبتعد أوروبا هي أولى قارات العالم المنتجة له. ده كده مصدر الطاقة ايه هو يا حبايبي، أو مصدر الوقود هو ايه؟ هو الغاز الطبيعي. مصدر طاقة بينتج من خلال الشلالات والسدود والأمواج وحركة المد والجزر، هو ايه؟ الطاقة الكهرومائية. هقول كده الطاقة الكهرومائية. اكتب استخدام واحد لكل معدن مما يأتي: الحديد والنحاس. هو عايز استخدام واحد بس احنا هنقول الاستخدامات بتاعته كلها ونكتب مثال واحد بس. الحديد بيدخل فيه العديد من الصناعات، مثل صناعة ومن أهمها الصناعات الثقيلة، مثل صناعة القطارات وصناعة الحديد والصلب. أما النحاس بيدخل فيه صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية. بما تفسر تعد الدول المتقدمة هي الأكثر استهلاكا للمعادن ومصادر الطاقة. ليه حبايبي؟ بسبب توافر الصناعات المختلفة بها والتي تقوم على المعادن ومصادر الطاقة المختلفة. علشان كده الدول المتقدمة بتكون أكثر استهلاكا من الدول النامية. يساهم الحديد ب30% من الإنتاج العالمي في التجارة الدولية. هقول يا أبطال إيه؟ بسبب تصدير الدول النامية خام أقول بسبب تصدير الدول النامية مثل موريتانيا خام الحديد إلى الدول الصناعية المتقدمة مثل اليابان وبريطانيا. أهمية معدن النحاس هي استخداماته اللي لسه قايلها من شوية ونقولها مع بعض تاني. لأنه يستخدم في الكثير من الصناعات مثل صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية. تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دول العالم إنتاجا للألومنيوم رغم قلة إنتاجها من البوكسيت. ليه أبطال؟ بسبب توافر مقومات صناعته به من إيه؟ من طاقة كهربائية ومن خبرة علمية وفنية متطورة وسوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. أهمية مصادر الطاقة للإنسان. أهميتها إيه؟ هقول لأنها القوة المحركة لحياة الإنسان في جميع المجالات، وهي من الموارد الطبيعية المهمة التي لا غنى عنها على مستوى الاستخدامات البشرية المختلفة أو على مستوى الصناعة. تخطي البترول أهميته الاقتصادية كمصدر للطاقة. إزاي أو إيه السبب إن البترول تخطى أهميته الاقتصادية كمصدر للطاقة؟ يعني أصبح ليه أهمية أخرى غير الأهمية الاقتصادية. ليه؟ لأنه أو هقول بسبب ارتباطه بإيه؟ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية. يبقى أصبح إن هو أهميته لا تقتصر على الناحية الاقتصادية فقط، بل كمان ارتبط بالتنمية الاجتماعية والعلاقات السياسية. يبقى بسبب ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية.
حيث يشكل مع الغاز الطبيعي نحو 55% من الطاقة المستخدمة في العالم. التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، لأنه من مصادر الطاقة رخيصة الثمن وسهلة النقل والأقل تلويثا للبيئة. توسع بعض الدول في استخدام الطاقة الشمسية. ليه يا حبايبي؟ لأنها مصدر جديد للطاقة النظيفة التي لا تسبب تلوث. من النتائج المترتبة على زيادة الطلب على البترول وتعدد استخداماته، أدى ذلك إلى أن أسعاره أصبحت في زيادة مستمرة، خاصة وأنه من موارد الطاقة القابلة للنفاذ. عدم توافر مقومات صناعة الألمنيوم في الدول النامية المنتجة للبوكسايت. ترتب عليها إيه يا حبيبي؟ ترتب على ذلك قيام الدول النامية بتصدير إنتاجها من البوكسايت للدول المتقدمة المصنعة للألمنيوم. دلل هناك عدة عمليات بتسبق عملية التعدين، حيث توجد عدة عمليات تسبق التعدين، وهي البحث والكشف عن الخامات، دي المرحلة الأولى. المرحلة التانية وهي إعداد المنجم لعملية التعدين والاستخراج، زي إيه؟ مد الخطوط الحديدية والطرق وإنشاء مساكن للعاملين. بعد ذلك بتتم مرحلة الإنتاج والنقل والتعدين. يبقى عندنا مرحلتين بتسبق إيه؟ بتسبق عملية التعدين، مرحلة البحث والكشف عن الخامات وإعداد المناجم لعملية التعدين. دلل تحت صناعة الألمنيوم لعدة مقومات، حيث تتمثل هذه المقومات في طاقة كهربائية وخبرة علمية وفنية متطورة وسوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. دلل للفحم أهمية كبيرة منذ أواخر القرن ال18 الميلادي وحتى الوقت الحالي، حيث كان الفحم هو عماد الثورة الصناعية في أوروبا أواخر القرن ال18 ميلادي، والمصدر الأول والرئيسي للطاقة المستخدمة في العالم حتى أوائل القرن العشرين ميلادي. وفي الوقت الحالي يستخدم في توليد الكهرباء الحرارية، ومصدر رئيسي في الصناعة بالدول الصناعية الكبرى. اتجاه دول العالم إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، حيث يستخدم في الصناعة على نطاق واسع، في الاستخدامات المنزلية، توليد الطاقة الكهربائية، وكوقود للسيارات بديلا للبنزين للحد من تلوث البيئة. تعتمد كثير من دول العالم في إنتاج الطاقة الكهربائية على ظاهرات جغرافية طبيعية. طبعا الظاهرات الجغرافية الطبيعية المقصود بها يا حبايبي، مقصود بها طاقة الأمواج وحركة المد والجزر. فهقول حيث يتم إنتاج الطاقة الكهربائية بإيه؟ من الرياح. هقول كده من الرياح وطاقة الأمواج وحركة المد والجزر وكمان الشلالات اللي هي الطاقة الكهرومائية. تتجه مصر لزيادة إنتاجها من الطاقة من المصادر الجديدة والنظيفة، حيث تعد مصر أولى الدول العربية إنتاجا للطاقة الكهرومائية من الرياح. كما أقامت مصر محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للاستخدامات المنزلية. تتفوق قارة أوروبا في إنتاج العديد من مصادر الطاقة، حيث تعد قارة أوروبا من أهم القارات المنتجة للفحم، وتعد قارة أوروبا الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي، وتعد قارة أوروبا هي أولى قارات العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، وكمان أولى قارات العالم في إنتاج الطاقة النووية. يبقى من أهم القارات المنتجة للفحم وأولى القارات المنتجة للغاز الطبيعي والطاقة النووية. وتنتج بعض دول قارة أوروبا
مثل فرنسا وبريطانيا الطاقة الكهربائية من طاقة الأمواج وحركة المد والجزر. قارن بين الحديد والبوكسيت في أهمية كل منهم وأولى دول العالم المنتجة. أهمية الحديد زي ما قلنا قبل كده إنه بيدخل فيه العديد من الصناعات الثقيلة مثل صناعة القاطرات والحديد والصلب. أولى دول العالم المنتجة للحديد هي دولة الصين. أما البوكسيت أهميته بيعد الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم، وأستراليا هي أولى دول العالم إنتاجا له. البترول والفحم من حيث الأهمية وأولى دول العالم المنتجة. أهمية البترول بيعد البترول أهم مصادر الطاقة في العالم بسبب ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية. أما أولى دول العالم المنتجة له هي دولة السعودية. أهمية الفحم بيستخدم في توليد الكهرباء، مصدر رئيسي في الصناعة بالدول الصناعية الكبرى. أولى الدول المنتجة للفحم هي دولة الصين. ماذا يحدث إذا قامت الدول النامية بتصنيع منتجاتها المعدنية؟ لو قامت هي اللي بعملية التصنيع بدلا من تصديرها خام، إيه اللي هيحصل عكس الواقع؟ سوف تصبح من الدول الصناعية وزيادة الدخل القومي. ماذا يحدث إذا أنتجت مصر الكهرباء من الأمواج وحركة المد والجزر؟ سوف تمتلك مصر مصدر جديد للطاقة النظيفة وغير قابل للنفاذ وغير ملوث للبيئة. ما العلاقة بين البوكسيت والألمنيوم؟ البوكسيت هو الخام الرئيسي لصناعة الألمنيوم. الغاز الطبيعي والكهرباء. بيستخدم الغاز الطبيعي يا أبطال في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء الحرارية. ما العلاقة بين الأمواج والكهرباء؟ هقول يا أبطال بتستخدم الأمواج في توليد الكهرباء المائية اللي هي اسمها إيه؟ الطاقة الكهرومائية. ما مقترحاتك من أجل التوسع في إنتاج النظيفة في مصرنا الغالية؟ توفير الخبرات العلمية، توفير رؤوس الأموال، التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وطبعا هما من مصادر الطاقة النظيفة. أمامك رسم بياني بيمثل إنتاج إحدى الموارد المعدنية في العالم. استعن بالرسم للإجابة عن الآتي: ما هو المورد المعدني الذي يمثله الرسم البياني؟ دولة أستراليا هي الأولى وتليها دولة الصين. يبقى ده يا حبايبي إيه؟ معدن إيه أو خام البوكسيت. حدد الأهمية الاقتصادية لهذا المورد. قلنا إن هو إيه؟ بيعد الخام الرئيسي لصناعة الألمنيوم. البوكسيت بيعد الخام الرئيسي لصناعة الألمنيوم. اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. يجب على موريتانيا اتباع عدة خطوات حتى تصل إلى مستوى الدول المتقدمة. زي إيه؟ هنقول تصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها، لأن دايما موريتانيا بتعمل إيه؟ بتصنع المواد خام. فأولى الخطوات اللي لازم تعملها عشان توصل لمستوى الدول المتقدمة هو تصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها. تعد من أنسب المناطق في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية شمال قارة إيه حبايبي؟ شمال قارة إفريقيا، لأن آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية شمالهم هي منطقة متجمدة. يبقى أنسب منطقة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية هي شمال قارة إفريقيا. تشترك الدولتان الموضحتان باللون الأخضر على الخريطة المقابلة في أنهم من الدول التي تنتج إيه؟ هنا دي دولة بريطانيا في قارة أوروبا، ودي دولة اليابان في قارة آسيا. الاتنين بيشتركوا في إيه حبيبي؟ بريطانيا واليابان بيشتركوا في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وهي طاقة الأمواج والمد والجزر. قلنا بتنتج إيه؟ بتنتج الكهرباء من طاقة الأمواج وحركة المد والجزر، دولة بريطانيا ودولة اليابان. حدد العوامل التي ساعدت على هيمنة معظم الشركات الأوروبية والأمريكية على نشاط البحث والتنقيب عن المعادن والبترول
والغاز الطبيعي في العالم. أول حاجة هو وجود التكنولوجيا الحديثة، كمان توافر الخبرات العلمية والفنية، وتوافر رؤوس الأموال. ما تقييمك لمصداقية كل عبارة مع ذكر السبب في الحالتين؟ لم يعد الفحم المصدر الأول للطاقة في العصر الحديث. العبارة يا حبيبي، العبارة صادقة. هقول يا حبايبي العبارة صادقة، حيث أصبح البترول والغاز الطبيعي هما المصادر التي يعتمد عليها في العصر الحديث. ليه؟ لأن الفحم ثقيل الوزن ومكلف في نقله وملوث للبيئة. رقم 2، بيعد إنتاج الألمنيوم من الأنشطة التعدينية. العبارة يا حبايبي، طبعا العبارة غير صادقة. ليه؟ حيث يتم إنتاج الألمنيوم من خام البوكسيت المستخرج من باطن القشرة الأرضية. يبقى مين المستخرج من باطن القشرة الأرضية؟ هو البوكسيت، ومن البوكسيت بيتم إنتاج الألمنيوم. فسر. تعد بريطانيا من أهم الدول المستوردة لخام الحديد رغم إنتاجها له. ليه بريطانيا بتستورد خام الحديد رغم إن هي بتنتجه؟ لأنها من الدول المتقدمة صناعيا، فعشان كده بتحتاج لكميات كبيرة من خام الحديد ليدخل في كثير من الصناعات لديها. دلل. توافر البوكسيت في دولة ما لا يعني بالضرورة احتلالها مركز متقدم في إنتاج الألمنيوم. هو يا حبايبي، حيث أن الدول المنتجة للبوكسيت هي دول نامية تصدره إلى الدول المتقدمة المصنعة للألمنيوم بسبب عدم توافر مقومات صناعته من طاقة كهربائية وخبرة علمية وفنية متطورة وسوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. يبقى هقول لأن خام البوكسيت لأن البوكسيت بتنتجه الدول النامية وتقوم بتصديره للدول المتقدمة المصنعة للألمنيوم بسبب إيه؟ بسبب عدم توافر مقومات صناعته من طاقة كهربائية وخبرة علمية وفنية وسوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. ما العلاقة بين التجارة الدولية للحديد والمستوى التكنولوجي للدول؟ حيث يدخل 30% من الإنتاج العالمي للحديد في التجارة الدولية، وتصدر الدول النامية مثل موريتانيا خام الحديد. بتقوم بتصدير الدول النامية مثل موريتانيا خام الحديد إلى الدول الصناعية المتقدمة اللي هي المقصود بها الأعلى في المستوى التكنولوجي مثل اليابان وبريطانيا.